السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقه تحضير ديال التريد اللي كيجي اكثر من رائع، ناجح من اول تجربه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معايا طريقه التحضير، باش حتى الا كنتوا اول مره غادي تصايبوا التريد غادي ينجح معكم من اول تجربه وغادي يجيكم بحال ديال المحترفين تماما. تبعوا معايا الطريقه اللي سهله بزاف، وانا متاكده هاد الطريقه هذه غادي تولي معتمده عندكم. وقبل ما نبداو ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو له لايكاتكم وتخليو الاراء ديالكم في التعاليق، والناس اللي مازال ما مشتركينش فكنقول لكم ديروا اشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. ونبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كناخذ واحد القصريه كندير فيها 2 زلايف ديال الدقيق الممتاز، كنزيد زلافه ديال الفينو، وكنزيد معلقه صغيره ديال الملحه وصافي. هنايا كنبدا نجمع بالماء. عندي هنايا الماء اللي دفيته غير واحد شويه حيت الماء بارد بزاف دابا في هذا الوقت. والكميه ديال الماء هي زلافه كامله في الاول، من بعد زلافه الثانيه كنبدا نضيف منها شويه بشويه. غير انا كنجمع العجينه، ما خصهاش تجيكم جاريه بزاف وفي نفس الوقت ما خصهاش تجيكم قاصحه بزاف. بالنسبه للزلافه الثانيه ديال الماء ضفت منها غير شويه فقط. صراحه انا ما مولفاش كنعبر الماء، كندير عيني ميزاني، ولكن في هذا الفيديو بغيت نعطيكم المقادير مضبوطه. صافي هنايا شوفوا معايا القوام ديال العجينه كيفاش خاصو يكون. من بعد ما كنجمع العجينه كندلكها مزيان حتى كتدلك جيدا. ضروري تدلكوا العجينه ديالكم باش يجيكم التريد ديالكم ناجح. وهنايا من بعد ما دلكت العجينه مزيان شوفوا معايا كيفاش كتولي الاستيك. كندهنها بشويه ديال الزيت وكنديرها في واحد الكيس من اكياس ديال التجميد، وكنسد عليها مزيان باش كتزيد تدلك بوحديتها بهذا الشكل. وكنخليها حتى المده ديال نصف ساعه او ساعه حسب الوقت اللي عندكم. وفي هذه المرحله هذه من بعد ما كدوز نصف ساعه كناخذ واحد البلاطو كندهنو هكايا بالزيت، وكناخذ حتى العجينه اللي خليتها ترتاح. كنقسمها كويرات بهذا الشكل، الكويرات اللي كيكونوا صغيورين. شوفوا معايا يمكن يبان لكم في الفيديو راهم كبار شويه، ولكن راهم صغيورين بزاف باش هكايا كتطلقوهم على راحتكم وكيجيوكم رقاق بزاف. من بعد ما كنشكل نصف الكميه ديال العجينه فقط كنوضع داك الكرات ديال العجينه في واحد البلاطو كندهنهم هكا بالزيت باش هكا ما كيشكلوا ليش اي قشره من الفوق. وغادي نعاود نغطيهم بلاستيكه وغادي نخليهم واحد 5 ديال الدقائق باش كنطلقهم بكل سهوله. وهنايا غادي ناخذ واحد الورق ديال الطهي غادي ندهنوه بالزيت، وغادي ناخذ هذيك الكريات ديال العجينه غادي نبدا نطلق فيها بهذا الشكل هذا حتى هي غادي ندهنها بالزيت باش هكا كتسهل عليا تطلق بكل سهوله. صافي كنبدا نطلق فيها كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنرققها مزيان حتى يبدا يبان ليا سطح العمل كيف ما كتشوفوا معايا. وكنعاود ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نهزها بداك الورق ديال الطهي وغادي نحطها في المقله اللي كتكون سخونه على النار اللي تكون ناقصه بزاف بحال الشمعه. وغادي نرجع نطلق واحده اخرى بنفس الطريقه، كندهن بالزيت باش هكا كتسهل عليا انها تطلق بكل سهوله. وكنطلق بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهذاك الورق ديال الطهي كيساعدكم انكم تهزوا التريد ديالكم اولا العجينه ديالكم بكل سهوله وكتبقى محافظه على الشكل ديالها. صافي كنبدا نطلقها مزيان حتى كترقق جيدا وكيبان لي سطح العمل. صافي كندهنها بالزيت وكنرجع عند هذوك اللي كيكونوا في المقله كيطيبوا كنقلبهم على الجهه الاخرى عاد باش كنحط عليهم هذيك اللي طلقت. ضروري تقلبوا عاد تحطوا الثانيه. اكدت عليكم هذه القضيه هذه باش ما تلفوش وتحطوا على هذيك الاولى. صافي هنا كنستمر بنفس الطريقه كنقلب عاد باش كنحط الثانيه وكنمشي كنطلق واحده اخرى. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه لي انا فما عنديش كميه كثيره، كنستمر في هذه الطريقه هذه حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. ممكن الا دبلتوا المقادير الا كانوا عندكم ناس بزاف فاش كتولي عندكم كميه كبيره في المقله كتقسموها وكتكملوا عليها، يعني ما كتعاودوش من الاول، غير كتقسموا الكميه كتحطوا واحد نصف الكميه اللي كتكون طابت وكتكملوا على نصف الكميه. صافي هنايا من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي ديال التريد
شوفوا معايا كيفاش كيجي رائع، كيجي رقيق بزاف بحال الورقه ديال البسطيله تماما، والطريقه اللي هي سهله بزاف وبسيطه. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تخليو له لايكاتكم وتخليو له الاراء ديالكم في التعاليق. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي تكون التتمه ديال هذا الفيديو هذا، غادي نشارك معكم طريقه تحضير ديال الدجاج اللي غادي نصايبوا به هذا التريد هذا ان شاء الله. قسمت لكم الفيديو على جوج باش ما يجيكمش طويل. وكيف ما كتعرفوا دابا الوقيته ديال البرد كنحتاجوا بزاف الرفيسه البلديه المغربيه اللي ورثناها على جدودنا. وبلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش تخليو لي لايكاتكم للفيديو، والى اللقاء.